جربت ابلكيشن الاي اي الجديد ولا لينزا؟ قبل ما تجاوب تعال احكي لك حدوته. عارفين افلاطون اللي بنذاكره في منهج تانية ثانوي ده كان رافض فكره الكتابه والتدوين على ورق. والله الكتابه وقتها كانت اختراع جديد. اي حد عنده علم او معلومه بيمسك اشطر تلميذ عنده ويعلمه ويحفظه كل حاجه. فمثلا سقراط مسك افلاطون وعلمه كل علوم الفلسفه والمنطق، حفظها له جوه مخه من غير تدوين للمعلومات. طب دونها على حجاره او جلود حتى، وده اللي افلاطون كان عايز يعمله مع تلميذه ارسطو. بس ظهرت الكتابه وكان ارسطو مؤيد ليها جدا، لانه منطقي هتحفظ المعلومات من الضياع، لكن افلاطون كان شايف انها تخلي الناس تركن دماغها وتعتمد على المكتوب في الورق، وكان خايف ان المكتوب في الورق ده يتحرف. كان عنده تراست ايشوز تقريبا. بس جس وات، ارسطو ما سمعش كلامه. قول لي عرفت منين يا طنط؟ بص على كتاب الفلسفه اللي في ايدك ومش عارف تذاكر. الكتابه مش بس حفظت العلوم المختلفه، بس كمان خلقت حاجه لاختراع الورق. صناعه الورق اللي موجوده لحد النهارده كان سببها اختراع جديد، وشويه شويه كنا محتاجين ان الكتاب ده يتنشر للناس بكذا نسخه، فاخترعوا المطابع اللي موجوده لحد النهارده برضه. وعالم الاحياء اللي هيظهر اسمه دلوقتي ده علشان مش عارفه انطقه كان ليه راي تاني في الاختراع الجديد اللي اسمه الطباعه ده، ونصح الملوك انهم ينظموا التجاره علشان الكتب ما تتنقلش من مكان لمكان. ده مش كده وبس، ده قال ان انتشار المعلومات وتوفرها شيء مربك. عملنا له واحده اوكي. هي يا جماعه عايزين نخترع حاجه تانية، هنفضل نطبع بالابيض واسود كده؟ عايزين الوان بقى. انا بحكي لك ده كله ليه بقى؟ علشان اقول لك ما تخافش من الاي اي. الاي اي ده بقى ده الذكاء الاصطناعي. طب واحنا نخاف منه ليه؟ لان من كام يوم ظهر تطبيق جديد اسمه لينزا، يقدر يعمل ديزاينات كامله من ابتكار التطبيق. طب ما هو معنى كده ان اي جرافيك ديزاينر دلوقتي ملوش اي لازمه، لان التطبيق بيعرف يطلع لحد 100 تصميم بشكل جامد ومختلف فشخ. اي حد بيتعلم جرافيك ديزاين هيقدر يقول لك قد ايه بيتعب علشان يطلع تصميم واحد من اللي الاي اي بيطلعها بالسهوله دي. في ناس بقى شايفين ان التصميمات بقت ممله، وبقى معروف قوي ان هي من انتاج الاي اي ومش معموله بشغف وحب وشخصيه المصممين. الكلام ده حقيقي، بس اسمح لي اقول لك انك مغفل. اسمح لي عادي. انت جربت التطبيق كام مره؟ وكام واحد تعرفه جرب التطبيق؟ التطبيق بيتعلم من كل الداتا اللي بتدخل له دي، وفي شرط موجود انت عملت له اجري علشان تلحق الترند بسرعه، وهو ان التطبيق مسموح يستخدم صورك ويعيد انتاجها باشكال مختلفه في مشاريع خاصه بيه. يعني احنا كده كلنا بالصلاه على النبي بنبني مخيله الذكاء الاصطناعي. خفت صح؟ ما تخافش وما تعملش زي الرئيس الامريكي بنجامين هاريسون. اول ما اختراع الكهرباء ظهر ودخل البيت الابيض طلب من الموظفين يقفلوها ويشغلوا مصابيح الغاز العاديه علشان كان خايف من الصعب، وهو مات بالانفلونزا عادي. كل حاجه جديده بتخلق مشكله واسئله محتاجه اجابه، وكل اجابه بتخلق اختراع وشغلانه جديده، وممكن تكون الاجابه الجديده عندك. وبعدين ما تخافش كده، الاي اي لسه ما بيعرفش يتكلم عربي.